يا أخي لاحظتوا إيه اللي بيحصل في السماء الأيام اللي فاتت؟ بس أنا مندهش لأن كل حاجة بتحصل ورا بعض، وده لفت انتباه العالم والفلكيين. هديك مثال هنا، بس في يوم 12 من الشهر ده حصل كسوف شمسي كلي، وفي بعض المناطق زي جرينلاند وآيسلندا وشمال أسبانيا وجزء من البرتغال القمر غطى الشمس بالكامل. اكتب عندك في يوم 12. في نفس اليوم واليوم اللي بعده كان عندنا ذروة شهب البرشويات اللي هي المطر الشهابي ده. وبص كده على حاجة مثيرة، في نفس الفترة دي اللي بص للسماء قبل شروق الشمس قدر يشوف 6 كواكب مصطفين: عطارد، المشتري، المريخ، أورانوس، زحل ونبتون. وفي ناس قدروا يشوفوا بعينهم المجردة، وناس تانية يحتاجوا يستخدموا جهاز يعني تلسكوب عشان يقدروا يلاحظوا ده. بس الحقيقة يا اخواتي ان في حاجات كتير بتحصل ورا بعض، انا مش شايف ان ده صدفة، ولسه الموضوع مخلصش. شايف؟ في يوم 27 من الشهر ده وفي يوم 28 هيكون عندنا اللي بنسميه قمر الدم. ايوه بالظبط، اللي هو خسوف قمري جزئي. يعني يا اخواتي في حاجات كتير بتحصل، ولسه ما تكلمناش عن عدد الناس اللي شايفين اجسام مضيئة في السماء اللي بتتحرك بسرعة كبيرة وبتغير اتجاهها. أنا شخصياً مش مصدق إن دي أقمار صناعية، أقمار ستارلينك بتاعة إيلون ماسك. أنا مؤمن إن في حاجة بتحرك السماء، وهوريك في الكتاب المقدس إيه اللي ممكن يكون بيحصل وإيه اللي هيحصل عشان ما تتفاجئش. يسوع قال، بس عشان تبقى عارف، إن السماوات هتتهز، السماوات هتتلاشى، وأنا أشرح لك إزاي ده هيحصل وإمتى هيكون وليه هيحصل. وفي حاجة نسيت أقولها لكم، إنه غير كل ده حصل كمان انفجار نجم عملاق، والفلكيين قدروا يصوروا اللحظة بالظبط. كانت حاجة نادرة جدا، وهقول لك في الفيديو ده النهاردة إيه اللي حصل للنجم ده وإيه اللي هيحصل بعد كده. ماشي؟ فقبل أي حاجة عايز أطلب منك تشترك في قناتي. كل يوم هكون هنا علشان أساعدك في طريقك مع ربنا، وبشكرك آخر الأحداث على ضوء كلمة الرب. آمين. يبقى تابع معايا الرسالة دي. بص يا سيدي، هنتكلم هنا عن اللي حصل في الأيام اللي فاتت دي. في خبر طلع في أكتر المراصد تطوراً في العالم، واللي جذب انتباه العلماء جداً. العلماء الفلكيين من كذا دولة قدروا يسجلوا اللحظة بالظبط اللي انفجرت فيها نجمة عملاقة وماتت في الفضاء. والإشارة دي اتلقطت بتلسكوب فضائي اسمه مسبار أينشتاين، وجاية مباشرة من مجرة بتبعد حوالي 500 مليون سنة ضوئية عن الأرض. وبصوا كده على حاجة مثيرة يا إخواتي، وأقل من ساعة بعد أول إنذار في الفضاء ده المراصد في العالم كله بدأت توجه تلسكوباتها بالظبط للنقطة دي في السماء. وساعتها كتير من العلماء وقفوا كل اللي كانوا بيعملوه علشان يتابعوا الموضوع ده عن قرب، واتصدموا لأن هم قدروا يسجلوا الظاهرة النادرة جدا اللي بيسموها، هشرح لك بطريقة أبسط علشان تفهم. لما نجم كبير جدا يعني ضخم وتقيل جدا يستهلك كل الوقود اللي جواه، النواة بتاعته بتنهار فجأة، والانهيار ده بيولد موجة صدمة عنيفة جدا جوه النجم. القوة الضخمة دي بتمزق كل طبقات النجم من جوه لبره، ولما ده بيحصل بيطلع وميض نور وإشعاع مرعبين، وكل ده بيستمر بس كام ثانية، يعني زي رمشة عين في عمر الكون، فاهم؟ بس علشان تفهم ليه المرة دي مختلفة، هو إن محدش قبل كده قدر يسجل حاجة زي دي بالوضوح ده. حاجة بتمر بسرعة جدا، لكن هم قدروا يلقطوا التفاصيل. والنجمة دي بس علشان تبقى عارف هي أكبر من شمسنا بمرات كتير، وبعد ما حرقت كل اللي كان عندها انفجرت في مستعر أعظم عنيفة جدا، وسابت وراها غالبا ثقب أسود. ويمكن دلوقتي بتسأل نفسك، صح يا أسيس، بس لو كانت على بعد 500 مليون سنة ضوئية يبقى الانفجار ده ما حصلش دلوقتي، صح؟ وده حقيقي يا اخواتي، النور ده سافر ملايين السنين لحد ما وصل هنا. وليه أنا جايب الموضوع ده النهاردة يا اخواتي؟ علشان لآلاف السنين أي حد كان بيبص للسماء كان فاكر إن النجوم هتفضل موجودة للأبد. شعوب زمان كانوا بيبصوا للنجوم وكانوا فاكرين إنها آلهة عمرها ما هتتغير.
وده لأن الملوك والإمبراطوريات القوية اللي كانت موجودة على الأرض دي في الآخر ماتوا وبقوا تراب في الأرض دي، لكن النجوم فضلت منورة في نفس المكان. بس الكتاب المقدس يا إخواتي بيأكد على حاجة لازم يتعلمها النهاردة. مش كل حاجة إحنا فاكرينها هتفضل للأبد، فعلا هتفضل، لأن حتى السماوات، حتى القمر والنجوم وحتى الشمس يا إخواتي، كل ده هيشيخ. الكون اللي عندنا النهاردة ليه نهاية، كنت تعرف كده؟ وأنا عايز أقرأ أول مقطع هنا عشان تفهم إزاي ربنا وضح لنا كل حاجة. شوف اللي مكتوب في مزمور 102 الآية 25 و26. بيقول كده: في البداية أسست الأرض وبإيديك عملت السماوات. هم هيفنوا لكن أنت هتفضل باقي. كلهم هيشيخوا زي الهدوم، أنت هتبدلهم زي اللي بيبدل هدومه وهيتحطوا على جنب. بصوا على ده يا إخواتي، الروح القدس كشفوا لكاتب المزمور، لأن بالنسبة لينا السماء شكلها حاجة لا نهائية، صح؟ حاجة عمرها ما هتقع. بس بالنسبة لله القدير، الكون كله اللي احنا شايفينه ده ما هو إلا هدوم بنلبسها كل يوم، لأن ده اللي مكتوب هنا في النص ده. مع مرور الوقت زي ما القماش بيتبهدل وبيبهت وبيعجز، كده برضو الكون اللي حوالينا هيحصل له نفس الكلام. وعشان كده أنا عايزكم تعرفوا يا إخواتي إن الكون ده مجرد بيت مؤقت، لأن ربنا بيجهز لنا حاجة أحسن، وبالذات حاجة أبدية عمرها ما هتنتهي. وفي كمان مقطع تاني مهم جدا بيقول تقريبا نفس الكلام، بس المرة دي في العهد الجديد. شوفوا مكتوب إيه في رسالة العبرانيين الإصحاح الأول من الآية 10 وطالع: في البداية يا رب أنت أسست الأرض وبإيديك عملت السماوات. هم هيفنوا لكن أنت هتفضل باقي. كلهم هيقدموا زي الهدوم، أنت هتطويهم زي الرداء وهتغيرهم زي اللي بيغير هدوم، لكن أنت دايما زي ما أنت، وأيامك عمرها ما هتنتهي. بصوا كده يا إخواتي، يمكن عمركم ما فكرتوا في الموضوع ده، بس هنا الكتاب المقدس بيعمل فرق واضح جدا بين حاجتين، صح؟ بيتكلم عن الخالق والحاجات اللي هو خلقها، وكل حاجة اتخلقت بتتبهدل بتكبر وبيجي عليها وقت وبتنتهي، ومفيش غير ربنا هو اللي دايما زي ما هو على مر العصور وطول الأبدية. بس المثير للاهتمام إن النبوة في الكتاب المقدس هنا مش بتتكلم بس عن التآكل اللي هيحصل ببطء مع الوقت. لما نبتدي نبص على الأنبياء في العهد القديم بنبتدي نلاحظ حاجة بتخلينا مندهشين. هديك مثال هنا. النبي إشعيا لما ربنا اداله إعلان عن المستقبل، عن الحكم اللي هيجي على البشرية بسبب التمرد، بسبب العصيان، هو كتب مقطع ممكن يخوفنا، لكن هو في الحقيقة علشان يوضح لنا إيه اللي هيحصل في المستقبل. شوف اللي مكتوب في إشعيا 34 الآية 4. بيقول كده: جند السماوات هيتحل والسماء هتتلف زي اللفافة، وكل النجوم هتقع زي أوراق الشجر الناشفة اللي بيقع من الكرمة، أو زي التين الناشف اللي بيقع من شجرة التين. بصوا هنا يا إخواتي، فكروا معايا في قوة الكلمة دي. هو قال إن جند السماء هيتحل، يعني النجوم هتتحلل، هتموت، كل حاجة هتعدي. أنا عارف إننا متعودين نشوف أخبار عن مباني بتقع ومدن بتتعرض لفيضانات وزلازل وأزمات مالية بتفلس الدول، أو حتى حروب صح. بين الشعوب. بس الكتاب المقدس مش بيحدد نهاية الزمان بس بالحاجات اللي بتحصل هنا على الأرض. في الحقيقة هو بيقول إن حتى البنية اللي فوق في السماء، في الفضاء، في الكون هتتهز. وعشان نفهم اللي كان بيقوله أشعيا هنا لازم نفتكر كان شكل اللفافة القديمة إزاي، لأنه قال إن السماء هتتلف زي اللفافة، مش كده؟ ففي الوقت ده زمان ما كانش فيه الكتب دي، الكراسات اللي عندنا دلوقتي، صح؟ اللي فيها ورق منفصل. في الحقيقة الناس كانوا بيكتبوا على لفائف طويلة وكانت معمولة من الجلد أو من ورق البردي، وعشان تقدر تقرأ كان لازم تمسك اللفافة مشدودة كويس بإيديك الاتنين، ولو سبت طرف منهم كانت هتلف على نفسها. يعني إشعيا بيقول إن كل الحاجات اللي احنا فاكرينها مش هتتهز، في الحقيقة هتتلم بسهولة كبيرة جدا. النجوم هتقع زي أوراق الشجر الناشفة. لما بنبص على تعليم يسوع ساعتها يا أخواتي النبوة دي بتبقى أكثر إلحاحا، لأن في إنجيل متى في الإصحاح 24
لما كان يسوع قاعد هناك على جبل الزيتون وبيشرح للتلاميذ إيه هي علامات نهاية الزمان، وضح جدا إن التاريخ مش هيمشي بهدوء، لكن في الحقيقة هيواجه فترة من الضيق وضيقة عظيمة زي ما حصلتش قبل كده في كل الأرض. شوفوا بس يسوع قال إيه في متى 24:21. هو قال كده لأنه هيكون في ضيقة عظيمة زي ما حصلتش من أول العالم لحد دلوقتي ومش هتحصل تاني أبدا. يعني يا إخواتي يسوع كان بيتكلم عن الضيقة العظيمة، وعلى طول في العدد 29 هو بيربط المعاناة دي على الأرض مع الأحداث المدهشة اللي هتحصل في السماء كلها. يعني يسوع ما كانش بيتكلم بس عن ناس بتتخانق على السلطة ودول بتتنافس على الأراضي، صح؟ ولا حتى عن الزلازل أو التسونامي، يعني كل الحاجات الوحشة اللي بتحصل في الدنيا دي. في الحقيقة هو كان بيقول بص، كل الحاجات اللي احنا شايفينها دلوقتي ثابتة ومش هتتهز، هتهتز فعلا قدام مجد الله. وبص على الآية 29 هو قال كده، وفورا بعد الضيقة بتاعة الأيام دي الشمس هتظلم والقمر مش هينور والنجوم هتقع من السماء وقوة السماء هتتهز. آمين. يا إخواتي بعد سنين كتير من الحوار ده اللي دار هناك مع يسوع على جبل الزيتون، الرسول يوحنا اتاخد في رؤية وكتب سفر الرؤيا. ولما بص على كل اللي كان بيحصل وقت فتح الختم السادس، شاف بالظبط نفس المشهد اللي شافه النبي أشعياء من مئات السنين قبل كده. والكتاب المقدس كامل قوي يا إخواتي من أوله لآخره، بنلاحظ إن كل حاجة بتركب مع بعض. وبصوا الرسول يوحنا كشف إيه في سفر الرؤيا 6 من أول العدد 12. قال كده، أنا بصيت لما هو فتح الختم السادس وحصل زلزال كبير، الشمس بقت مظلمة زي قماش أسود بتاع الحداد، والقمر بقى أحمر زي الدم، نجوم السماء وقعت على الأرض زي التين الأخضر اللي بيقع من الشجرة لما الهواء القوي يهزها. السماء اتلمت زي درج بيتلف، وكل الجبال والجزر اتشالت من مكانها. بصوا كده يا اخواتي، شوفوا الكتاب المقدس قد ايه كامل. كل ده جزء من التحذير، من التنبيه اللي ربنا بيبعته للناس بشكل جدي جدا. بس في ناس كتير واخدين الموضوع هزار، صح؟ في ناس كتير فاكرين ان ولا حاجة من ده هتحصل، وفي نفس الوقت يمكن انت قاعد هناك قلقان وخايف وقلقان، صح؟ قدام كل الحاجات دي. انا عايز اشرح لك امتى كل ده هيحصل عشان تكون مستعد. ايه اللي هيحصل في فترة الضيقة العظيمة اللي يسوع قال عليها؟ هيكون في حروب وجوع ومعاناة هنا على الأرض، وكمان كل الكائنات السماوية هتتهز، صح؟ بس في ناس كتير فاكرة إن كل الحاجات الوحشة اللي هتحصل دي من الشيطان، أو إن ضد المسيح هو اللي هيبعت العقوبات دي على البشرية. بس الموضوع مش كده يا إخواتي. الكتاب المقدس بيعلمنا إن هيكون في قوتين مختلفتين خالص هيشتغلوا في نفس الوقت في العالم. يعني من ناحية الشر هيظهر بكل قوته، صح؟ الشيطان عارف إن وقته قرب يخلص، وضد المسيح هيظهر في المشهد العالمي ده. كقائد هيكون عنده كلام معسول، هو هيخدع الناس بوعود بالسلام، لكن في الحقيقة هو هيضلل الكل، وهو هيطالب إن الناس يعبدوه، وأي حد مش هيوافق يسجد قدامه، وأي حد مش هياخد علامة الوحش. هيتلاحق بكره شديد جدا، وكل ده مكتوب في سفر دانيال وفي تسالونيكي الثانية وفي سفر الرؤيا الإصحاح 13. يعني العمل الشيطاني ده في العالم هيجيب كذب واضطهاد ومعاناة كبيرة جدا. بس فوق كل ده في عدل ربنا نفسه، لأن الضيقة العظيمة هي في الحقيقة وقت دينونة اللي فيه ربنا هيفيض كل غضبه على شرور الإنسان، ولكل الناس اللي أدارت ظهرها ربنا هيعانوا من الأختام اللي ربنا هيفتحها والأبواء والجمات اللي فيها غضب. كل ده مكتوب في سفر الرؤيا. وساعتها المسيح الدجال هيكون بيطارد الناس، وفي نفس الوقت ربنا هيبعت الكوارث الطبيعية دي. ربنا هيعمل حاجات كتير يا اخواتي في الوقت ده عشان يشوف إذا الناس هتصحى ولا لا، لأنه للأسف البشرية هتكون كل يوم أسوأ، خصوصا في وقت الضيقة العظيمة. لأن الكتاب المقدس بيقول إنه حتى وهم شايفين كل المصايد دي وكل المعاناة دي، الناس هتفضل تجدف. وأنا بصراحة بقول لكم إنه حسب الكتاب المقدس إحنا مش ممكن نكون متأكدين 100%،
إذا كانت كنيسة الرب يسوع هتكون موجودة في الفترة دي من الظلام، في الوقت ده من المعاناة، أو إذا كنا حالة خطف قبل كده. وحاجة كمان هقولك عليها، المعاملة دي هتكون بشكل أساسي لشعب إسرائيل، لأن الكتاب المقدس بيبين إن الضيقة العظيمة ليها هدف واضح معاهم. سفر دانيال مثلا في الإصحاح 9 بيتكلم عن 70 أسبوع اتحددوا لشعب اليهود، والنبي إرميا في الإصحاح 30 سمى الفترة الصعبة دي وقت الضيق ليعقوب. يعني هيكون وقت مليان ألم وامتحان لشعب إسرائيل علشان هم رفضوا يسوع لما كان هنا على الأرض. هيفضلوا عميان روحيا، بس لما يلاقوا نفسهم محاصرين، لما يكونوا على وشك ينقرضوا من البشرية، في الآخر هيعترفوا إن يسوع المسيح هو الرب، وهيقولوا مبارك الآتي باسم الرب. وفي اللحظة دي يسوع هيجي بكل مجده، وساعتها إحنا اللي مؤمنين بيسوع هنملك معاه، هنملك لمدة 1000 سنة، وبعد كده هيبقى عندنا سما جديدة وأرض جديدة. بس يا إخواتي، قبل كل ده يحصل، شوفوا اللي مكتوب في رسالة بطرس الثانية الإصحاح 3 الآية 10: لكن يوم الرب هيجي فجأة زي الحرامي، ساعتها السماوات هتختفي بصوت رهيب، والعناصر هتتحرق بالنار، والأرض وكل اللي فيها هيتكشف. وعايز أسألك سؤال، لو حتى أكبر النجوم في الكون ده بتموت، إزاي الإنسان يقدر يفتكر إن العالم ده هيستمر للأبد؟ يا إخواتي، الناس بتجري هنا وهناك على الأرض، وبتقلق على حاجات تافهة وحاجات هتعدي، وبينسوا إن في أبدية. وهو نفسه يسوع اللي قال في متى 24 الآية 35: إن السماوات والأرض هتزول لكن كلامي عمره ما هيزول. شوفوا الضمان اللي ممكن يكون عندنا يا أخواتي. المجرات ممكن تختفي، ونجوم السماء ممكن تقع، لكن كل كلمة بتطلع من فم يسوع هتفضل ثابتة للأبد. فأنا عايز أسألك سؤال، لو كنت هتوقف قدام ربنا دلوقتي، هل عندك يقين كامل إنك مخلص؟ أنا مؤمن إن أغلبكم مش عنده اليقين ده. عارف ليه؟ لأننا لسه ما سلمناش حياتنا بالكامل ليسوع. لأن لما نؤمن بيسوع الموضوع ما بقاش معتمد علينا، هو تضحيته على صليب الجلجثة هي اللي ضمنت لنا يقين خلاصنا. يا إخواتي، لما ربنا بيبص علينا دلوقتي هو ما بقاش يشوف خطايانا، هو بيشوف اللي يسوع عمله علشاننا، هو بيشوف تضحية ابنه لصالحنا. وعشان كده احنا محتاجين نتوب، وعشان كده لازم نسلم نفسنا بجد. ليه؟ آمين. نمشي في حضرة الرب يوم ورا يوم، وننكر نفسنا ونشيل صليبنا. أنا مش بقول إن احنا نبقى كاملين، بس احنا ممكن نتكمل يوم بعد يوم. والخلاص مش بأعمالنا ولا بمجهودنا، لكن بالنعمة من خلال الإيمان بيسوع. أمين. يا رب تكون الرسالة دي عجبتك، ما تنساش تشاركها، وأنا هسيب لك هنا على الشاشة فيديو نفسي تتفرج عليه هيوصل لقلبك قوي. المجد لله. ربنا يباركك، ونشوفك في الفيديو جاي.